بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة أول رجب ومناسبة السنة الجديدة. خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض دورة كتاكيت بيضة. أنا ما جبتش كتير لأن الدورة دي مش دورة رمضان. دورة رمضان إن شاء الله هنبدأها مع بعض على اخر الشهر كده، يعني على يوم من بعد يوم 20/1 ان شاء الله. دي اللي هنجيبها هنشتريها ان شاء الله. هنشتري لينا للبيت، وهنشتري ممكن ايه كمشروع، يعني اللي عايز يعني يبدأ معانا كمشروع، لان انتوا عارفين طبعا الفراخ البيضة بتبقى غالية جدا في رمضان. فاحنا هنشتري يعني للبيت هنشتري للبيت وللبيع، يعني للاتنين. الكتكوت ده راس شركة الوادي، كتكوت طبعا فرز اول. انا قبل كده وريتكم ازاي هنعرف الكتكوت الفرز اول من الكتكوت فرز تاني او سردة. معنا العلف بتاعهم، يعني انا اشتريت 20 كتكوت. اشتريت لهم شكارة 10 كيلو، يعني لان الكتكوت بياكل من العلف الناعم اللي هو البادي ده نص كيلو. كل كتكوت بياكل نص كيلو. بعد كده نغير العلف، وهعمل لكم فيديو ان شاء الله لما نغير العلف. هنمشي مع بعض في الدورة دي واحدة واحدة. شايفين اهو العلف مكتوب عليه علف بادي سوبر 23%. الكاميرا مش جايبه، اهو بدأت تجيبه. معلش ما تصورتش حلو. اهو بادي سوبر. اسفة، البرد عامل عمايله معانا. اه بادي سوبر 23%. اه ظهرت للكل. طبعا في شركات كتير، انا مش بقول لكم اشتروا الشركة دي، ده اللي متوفر عندنا في البلد دي، يعني احسن حاجة. معنا اهو الكتاكيت. هحط لهم دلوقتي، هنبدأ نحط لهم العلف. احنا قلنا الكتكوت ده اسمه راس، ما فيش قب هنا الفترة دي، ده اسمه راس. وده شايفين ما شاء الله الكتكوت حلو ازاي. انا حطاهم طبعا في كرتونة كبيرة عندي. حطيت له عصاية كده عشان احط عليها اللمبة. شايفين طبعا اللمبة اهي، عشان طبعا ايه هم عايزين مكان ضيق ودافي. هم لسه صغيرين. طبعا اهم حاجة نهتم بيها العلف. وشايفين لما احط ايدي احس ان ايه المكان دافي، علشان لمبة صفرة طبعا، مش اللمبة البيضة بتاعتنا، لمبة صفرة. ده الكرتونة حوالي يعني 80 سنتي في 80. حاطين لهم العلف اللي انا وريته لكم الناعم اللي هو البادي سوبر. اهم حاجة ان احنا نحطه في مكانين. هم 20 كتكوت وهيتكفيهم العلافة، بس مش هينفع طبعا الكتاكيت وهي صغيرة. عايزة حاجات كتيرة تحط فيها العلف. ما تحطيش في مكان واحد، لان طبعا لو حطينا في مكان واحد كلهم هيتكدسوا فيه، فمش هيعرف فيه كتاكيت، مش هتعرف تاكل. ده اللي بيخلي معانا كتكوت صغير وكتكوت كبير، كتكوت حجم كبير كتكوت حجم صغير. وهنلاقي بعد كده ان احنا فيه كتكوت، كم كتكوت ضعفان كده هنقول انه سردة، مع ان احنا جايبينه مشتريينه ده على اساس انه فرز اول. لكن ايه طبعا احنا مهتمناش بيه، ما حطيناش علافات كفاية. علشان كده يعني اهو ال20 كتكوت انا حاطه، بص شايفين علفتينهم، شايفين، وهما الاتنين كبار يعني هيكفوهم وزيادة. طبعا انا حطيت العلف الاول قبل المية علشان الجو سقع، يعني ربنا يستر عليهم. انا الكتاكيت دي يعني طبعا هدفيهم كويس. زي ما احنا شايفين كرتونة حاطين المية. طبعا احنا هنستقبلهم زي ما قلنا قبل كده كتير. هنستقبلهم لا اما مية بعسل اسود، او مية بسكر، او او كيس محلول معالجة الجفاف بتاع الاطفال الصغيرة هحطه في المية. بس طبعا دلوقتي الشتاء مش محتاجين اللي هو بتاع محلول الجفاف، فاحنا هنحط ايه، انا حطيت معلقة سكر. يبقى حطينا على المية معلقة سكر. معلش بعتذر منكم والله، علشان الدور البرد اللي انا واخداه مش قادرة اتكلم خالص. طبعا اهي الكتاكيت اهي بدأت تاكل، مش رايحة عند المية خالص.
لسه لما تاكل لانها اكيد كانت جعانة طول اليوم، ما اكلتش، مشوار طبعا. يعني هاي الكتاكيت دي بتيجي من بحري، احنا هنا في الصعيد يعني ممكن اليوم كله بياخدوه سفر. اه شايفين الكتكوت ما شاء الله اللهم بارك، كتكوت حلو ازاي. يعني الكتكوت كله حيوية اهو. طبعا اهم حاجة ان احنا نهتم بيه بالدفى، بالدفى اهم حاجة طبعا علشان الجو سقع. احنا يعني احنا عندنا في الصعيد هنا الجو يعني يعتبر برضو دافي شوية، بس والله بالليل بيبقى تلج. فلازم نهتم بيهم ونراعيهم، لان الكتاكيت الصغيرة دي عاملة زي الاطفال بالظبط، تراعيه تلاقي منه. فطبعا هنا نهتم بيهم بالتدفئة. طبعا اللمبة دي تفضل شغالة ال24 ساعة ليل ونهار. طبعا هنغطي الكرتونة، مش هنسيبها كده مفتوحة، يعني احط لمبة واسيبها مفتوحة مش هينفع طبعا. لازم ايه يبقوا متغطيين ومتدفيين كويس. هنشوف برضو لما اقفل عليهم، وهنشوف هنغطيهم ازاي وهندفيهم ازاي. شايفينهم ما شاء الله اللهم بارك، يعني الكتاكيت كلها حيوية اهي. طبعا انا رفعت المية على حاجة كده علشان خاطر ايه تبقى المية بعيدة عنهم. هي مش بعيدة يعني هيطلعوا فوق دي، بس علشان ايه متبلهمش. طبعا دلوقتي احنا عايزين نمنع منهم اي حاجة تعرضهم للبرد. الكتاكيت دي انا استقبلتهم زي ما قلت لكم على مية بسكر والعلف، بس العلف من غير اي حاجة. من بكرة ان شاء الله هنبدأ نحط اعشاب على العلف. هنمشي الدورة دي كلها بالاعشاب، هنمشيها بالاعشاب، مش هحط لهم اي علاجات خالص. وهنشوف هنمشي مع بعض بالاعشاب، وهنشوف هل الدورة دي بالاعشاب بس من غير العلاج هتدينا النتيجة حلوة، هتدينا الاوزان اللي احنا عايزينها. هيبقى ان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يبارك لنا فيهم، ما يبقاش فيهم نافق. ده اللي هنشوفه مع بعض. هنبدأ من بكرة بإذن الله وصفات وخلطات. فطبعا هنكون مع بعض وهنبدأ مع بعض وهنشوف هنعمل لهم ايه مع بعض. طبعا الكتكوت اللي احنا هنكون مربينه في البيت، يعني الفرخة اللي تكوني مربيها في البيت، انضف مليون مرة واحسن واوفر من اللي تشتريه. شايفين انا بعد ما قفلت عليهم عملت ازاي؟ اهو باقي الكرتونة قفلت بيه. شايفين حطيت حاجة تاني اهي فوقيه برضو. شايفين يا دوب الحتة دي اللي مفتوحة، مفتوحة من الكرتونتين، يعني شايفين الكرتونة دي واللي فوقيها. فانا برضو هغطيها مش هسيبها كده. يعني شايفين الكتاكيت اهم مش لمين على بعض ولا حاجة. عارفين اللي بدأوا يشربوا اهم، عارفة طرق المية وبياكلوا. طبعا احنا دلوقتي انا غطيتهم، شايفين مغطيهم ازاي. برضو هغطيهم بقماشة تاني. شايفين اهو حطيت قماشة تاني اهو. الحتة دي بس اللي هي ايه عاملة ضوء، بس ده الفاصل بين الكرتونة والغطا التاني، علشان برضو تدخلهم ايه هوا. لازم يبقى فيه تهوية، مش نكتمهم خالص. طب ما لو احنا كتمناهم هيفطسوا ويموتوا. لازم يبقى فيه تهوية حتى لو بسيطة. والسلام عليكم.